احنا نحيدوها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المغاربة أسود ولبؤة الأطلس داخل الوطن وخارج الوطن، متابعي الأوفياء، لكم مني وحشة. متمنياتي لجميع المغاربة بالصحة والعافية وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. قبل ما ندوي الحلقه ديال اليوم نبغي نتوجه بالشكر الجزيل لجميع المتابعين من خلال الدعم المستمر للقناه اللي هي ديالكم. نبداو الحلقه ديال اليوم وعلى بركه الله، وتحيه للمغربي المراه المغربيه الحره وكل الوقار للمراه المغربيه اللي فيها الام والاخت والبنت. الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم عندنا عده نقاط غنحاولوا ندير واحد التحليل اللي هو منطقي وبالعقل وما يستحمرنا التحت. موضوع ديال المجرم الإلكتروني اللي بين عشية وضحاها أصبح وطني ويفرق صكوك الوطنية على من أحب ويخون من أحب بدون حسيب ولا رقيب. احنا في الظرفية اللي كنعيشوا فيها واحد التطور في المغرب، في الحريات، في المساواة وقيادة صاحب الجلالة نصره الله، وكنطمحوا المغرب الغد يكون أفضل وبالاستطاعة ديالنا. نتصنتوا لهاد الفيديو ونرجعوا للتحليل والنقاش. سمعتي يا سي الدرابكي؟ هذا الصديق ديالك، الزميل ديالك، كانت كتربطكم زمالة. اش كيقول باللسان ديالو؟ البارحة ليس اليوم، لأن اليوم تغيرت الأمور والخائن أصبح وطني. كيقول بالعظمه ديال اللسان ديالو الاوديوات اللي تسربوا السي فلان انا راه غادي نطلع لك اكثر منه، اكثر من هاد الاوديوات. اذن هنا ما تستحمروناش. بنادم راه اللي ما بغاش يشوف المغاربه يخدم العقل ديالو ويشوف هاد الخائن اشنو الدور ديالو في هاد المواقع الالكترونيه، شبكه اجراميه، وهو رئيس الحربة يسير بعض القنوات كما يشاء وكيمشيو بالإملاءات ديالو من أجل الضرب في مؤسسات الدولة، الضرب في عرض المرأة المغربية وتشويه السمعة ديالها. وهذه ديما كنكرر عليها، الضرب في عرض المرأة وتشويه السمعة ديالها. مختص في أعراض النساء ويصف نساء المغربيات بأقدح العبارات. المغاربة كلهم كيتصنتوا داك الفم الخانز ديال الدرابكي اشنو كيقول على المرأة المغربية وبما ينعتها. هذا بين عشية وضحاها أصبح وطني وكيفرق صكوك الوطنية. النفاق اجتماعي. هاد الزمان ولينا كنصدقوا فيه الكاذب ونكذبوا فيه الصادق. زمان الرويبضة الذي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هاد الانسان دخل المغرب خلوضو باش نكونوا واضحين، خلوض المغرب، لا هو ولا جميع الخونه اللي متضامنين معاه كما كان الشأن ديالهم. ما كاين لا كبير لا صغير، وتا الجهات اللي كتحميه خوانه، لان هذا السيد اساء لمؤسسات الدوله، اساء للنساء المغربيات، رغم العلم بان كاينين اناس تعتقلوا على تدوينه تم الاعتقال ديالهم. وهذا السيد لازال الى يومنا هذا يشتم في المغاربة ويتهمون بالقطيع. اسمع الدرابكي،
الا بغيتي تطبق علينا المقوله تاع القاطع هي كون تبعناك انت وبقيتي سارح حنا عاد نتسموا قاطع. نحن مغاربه مشهود لنا بالذكاء وما نبغيوش شي واحد يستحمرنا. حنا كنا من المتابعين ديالك، ولكن لاحظنا النفاق ديالك والكذوب ديالك وتصنتنا وتشبعنا وحللنا بمعطيات قدامنا صوت وصورة. اكتشفناك بأنك انت أكبر خائن لهذا الوطن، وما يحيدر لي حتى واحد من فمي، ولي الحق حرية التعبير. كيخول لي القانون المغربي والدستور المغربي، نعبر كما شئت ونبدي الرأي ديالي. سمعتي اللي كتهم المغربيات بالعاهرات وينطق السفيه بما فيه، المغربيات الحرائر اللي ربوا أجيال. بالله عليك انت دابا كننتظروا منك غتربي لينا جيل. انت القناه ديالك عباره عن قناه للعهر والكلام الفاحش. هاد الوليدات ديالك كيقول لك الابناء راه كياخذوا الاب ديالهم كقدوه. تحترم الابناء ديالك ملي غيسمعوا هاد الشيء فهاد اللايفات ديالك اللي كدير اللايفات الخانزين اللي كتهضر من الصمته لتحت. ترى ولادك غتخرج عليهم. ترى المغاربه كلهم عاقوا فاقوا بك، راه بقى الا القليل. انت ملي عرفتي الشريف راسك غتفضح وشتي الاوديوات ديالك بدات كتسرب وحسيتي براسك راك غادي في الطريق ديال حبيب بيس تفوق علينا حنا بهذيك الجنسيه الامريكيه سير تبخر بها. نحن لا نخاف احد. تخرج تصور علينا لدرجه وليتي كتهدد الدوله. لما تحميتش انا الجواز السفر الامريكي فيه ونحرك اسطولنا وراس سطل تحلك الفم. ولكن راش غادي نقول لك، راه الذنب على دوك اللي حامينك اللي وصلوك لهاد الدرجه ديال الخبث. انت شريف ملي حسيتي بالصهد ربطتي اتصال توزينه. انت راك بعدا اصلا على اتصال مع جميع الخونه خارج الوطن، وكانت عندك معاهم صداقه من زكريا المومني وحاجيب الى اخره. انت كنتي كتقول لهم يضربوا في المؤسسات ويضربوا حتى في المؤسسه الملكيه، وخرج لك تسريبات اوديوات بفمك تقول لنا حنا مفبركات. طلق علينا حنا اوديو اللي كيكون مفبرك راه كنعرفوه مفبرك. انت كنتي كتامرهم يضربوا في المؤسسات المغربيه، وانت ما كنتيش باغي تبان في الواجهه وما باغيش تضرب المؤسسه الملكيه من اجل باش من المغاربه ما ينبدوكش، باش القناه تطلع لك. يعني انت كتفضل الاسترزاق على الوطن ديالك، وانت راك فايت ماشي حتى للجزائر. وهادشي المغاربه كلهم كيشوفوا. انا كنبوظ لواحد الفئه اللي ما باغاش تشوف الواقع امام عينيها، عمية ما عميتيهم بدوك الاسطوارات ودوك اساطير كتعاود. الكذوب اساطير خرافيه كتشد قدامك شي عدو كتحطو كتشد تبدا تمشي على الماضي ديالو. وكاين اللي صح 90% ما صحيحاش، تمشي تجسس لهم على الهواتف ديالهم تجبد لهم مكالمات من الحياه الخاصه ديالو. راه اي واحد يقدر يتعصب في التليفون جا من شي واحد يقدر يخرج شي كلمه خايبه كتجي انت كتلعب بها. سمعوا انا محامي فلان اش كيقول، سمعوا فلان اش كتقول، سمعوا فلان وعلان اش كيقول. وانت اش كتقول من خلال الاوديوات اللي تسربوا لك؟ انت فمك زوين. انت راه ضربتي في المؤسسات الناس راه نقاش كتخرج شي كلمه زارقه كتشدها كتلعب عليها. وانت شكون عطاك الحق اصلا تسرب تسجيلات المسائل خصوصيه ديال شخص مع العلم بانها محرمه قانونيا خاصك تعاقب عليها؟
وإحنا أمام القانون سواسية. وصاحب الجلالة نصره الله من خلال التوصيات ديالو واللي كيأكد من أجل المساواة بين جميع المواطنين، ما كاينش مواطن من درجة الأولى ومواطن من درجة ثانية. حنا هذه قناعات استنتجناها من خلال المبادرات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله في عدة مجالات، وكذلك في الحق القانوني من أجل تماشيه مع مفهوم السلطة الجديدة في العهد الجديد. بالله عليكم واش هاد العباد في هاد البلاد؟ انت حسيتي بالصهد، درتي اتصالات، انت اكبر مخلوط في المغرب من الاخر. انت دنيا باطمه باقي الان من اجل نسبه المشاهده كتضرب لها في الشرف ديالها وفي العرض ديالها، وما خليتي ما درتي مع ديك راه هي مرأة مغربيه من الاخر دارت واحد الجرم راه كتعاقب عليه. سالينا انت سأتي لها إساءة كبيرة لا هي ولا العائلة ديالها، هي راه في الحبس والعائلة ديالها دابا حاليا كتسيء ليها، لا الأب ديالها ولا الأم ديالها. هذا واقع اللي بغى الحق راه كيشوفو. الدنيا باطمة اش دارت؟ هادشي اللي درتي توعر من دنيا باطمة، أقسم بالله توعر من دنيا باطمة. انت كنتي ضد الحساب ديال حمزة مومبيبي من اجل التشهير والابتزاز، تا اكبر مشهر واكبر مبتز عرفوا المغرب، وحصلتي وتورطتي. ولكن اصحابي راك صاحب السنطيحه الفولاذيه، الله يعطينا وجهك، ولا الله يبعدوا علينا ما عندنا ما نديرو به. اوجه الغيار اتق الله. المرأة المغربية راه أم ديالك، احترم أمك. لما احترمتيش المغربية، المرأة المغربية راك ما كتحترمش الأم ديالك بعد التانا. أنا بعدا نحلف عليك أنت ما كتحترمش الأم ديالك. وفعلا راك خرجتي في شي لايفات جبدتيها بكلام مصيبة كحلة. أنا أشكك في الديانة ديالك، أنا حاليا أشكك في الديانة ديالك، واش أنت فعلا مسلم ولاش من قنس تابع. ما عيتيش، ما عندكش الوجه تحشم على عراضك. سمعتي القيجي؟ سير اتقي الله. وحنا راه ان شاء الله غنبقاو وراك والزمان طويل، لان راه المغاربه راه الاغلبيه فاقوا وعاقوا بك شكون انت. انسان خبيث مخلوط متحكم في واحد الشرديمه، منهم شي وحدين عندهم قنوات كتسيرهم بالتليكوموند ديالك. واسفاه بنادم كيبيع راسو رخيص من اجل نسبة المشاهدة. المرأة المغربية ماشي امكم، ماشي اختكم، ماشي بنتكم. سيروا مرقوا اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.